ازيكم النهارده عاملين ايه؟ يا ترى دوستوا اعجاب بالفيديو واشتركتوا في القناة ولا لسه؟ ده راجل ومراته اتخانقوا على الأولاد، وهي أخدت طفل وسابت له طفل، بس بعد 20 سنة واحد منهم طلع ظابط وكان مع الأب، وكان بيروح شغله كل يوم وهو مبسوط. أما التاني كان هو وأمه غلابة شوية، بس دخل البيت لقى أمه تعبانة، طلب لها الإسعاف على طول. ولما راحوا المستشفى الدكتور قال له بص يا ابني، انت عشان تعرف تعالجها محتاج فلوس كتير. طبعا الولد ما كانش معاه فلوس خالص، فقرر ان هو هيسرق البنك. دخل على البنك وقال لهم هاتوا كل الفلوس اللي معاكم، ولما ادوله الفلوس اخد العربية بتاعته، اخد الموتوسيكل بتاعه وجري. طبعا كانت عربية البوليس، الضابط لقاه اخوه التوأم. طبعا ما كانش مصدق نفسه، وقع من الارض من طوله. الولد ادى الدكتور الفلوس وخفت، وأمه دخلت تتعالج. أما التاني فقعد يقول لباباه أنا شفت حاجة غريبة جدا النهاردة، أنا شفت واحد شبهي بالظبط. الأب قرر إن هو هيحكي له القصة. طبعا قال له وأنت صغير أمك أخدت أخوك ومشيوا، وأنتوا كنتوا اتنين توأم، أنت واحد منهم وهو التاني. الظابط ما كانش مصدق نفسه، وكان زعلان جدا إن هو ملقاش أمه وأخوه التوأم، كان حرامي. تاني يوم البوليس مسك الضابط وقال له احنا شفناك وانت بتسرق البنك. هو قعد يقول مش انا اللي سرقت، ده اخويا. بس هو طبعا محدش كان مصدقه. الاب فضل قاعد يشوف ايه اللي هيمكن يحصل، راح فعلا على شغله في المستشفى، وطلع الاب هو الدكتور بتاع الام. لما شاف الولد قال له انت ابني. طبعا ده اي كلام، لان هو لو كان هو مش عارف شكل ابنه، هو قاعد معاه طول النهار في البيت. وشاف الأم وقال لها هو ايه اللي حصل، والأم حكت له برضه ايه اللي حصل والقصة بتاعت أخوه التوأم. قال لها متزعليش، احنا هنبقى كويسين. والأب قال لها بصي، احنا إن شاء الله هنعرف ناخد بالنا منك وهنعرف ننقذ الولد التاني. قال له أنا لازم أسلم نفسي ولازم أنقذ أخويا، لأن أنا السبب في اللي هو حصل له. الأب قال له أنت فعلا ابني، ولا أنا ربيتك على أمك ربيتك على كل حاجة كويسة. وقال لهم انتوا هتعيشوا معانا من هنا ورايح في البيت بتاعنا، انا بقيت دكتور وبقت حياتنا حلوة، وابني بقى ظابط. وهما بيتفرجوا على التلفزيون لقوا الاخبار عن الاخ اللي اتمسك، وقال له انا عارف انا ممكن اعمل ايه. انا دلوقتي هروح واسلم نفسي، لان انت لما طلبت مني فلوس انا رحت جبتها بالطريقة دي. راح قال لهم انا من هنا ورايح انا هاخد بالي منكم انتوا الاتنين. وراح الأخ التاني على المستشفى والبوليس وقال لهم أنا اللي عملت الجريمة دي، وبدلوه هو وأخوه واعتذروا للأخ الضابط. قال لهم مفيش مشكلة، بس أنت يا أخويا أنت ليه عملت الحكاية دي؟ قال له معلش أنا مكانش قصدي. وفعلا هيجري جري على باباه ومامته في البيت عشان يشوف ايه اللي حصل. أما راح البيت لقى باباه ومامته متجمعين مع بعض. هو طبعا ما كانش مصدق ان ده ممكن يحصل، وزعلان طبعا جدا ان مامته سابتهم زمان ورجعت لهم دلوقتي. قال له معلش هي جت تعبت، واخوك قرر ان هو ياخد باله منها، وهو ده السبب في سرقة الفلوس. سامحها وسامح اخوك، واحنا هنعيش عيشة كويسة. وفعلا القلق قرر ان هو يعيش عيشة كويسة ويسامحهم. وبعد 5 سنين لما الاخ خرج من السجن رجع على اخوه، وعاشوا عيشة كويسة هما الأربعة مع بعض. دي نهاية قصتنا النهاردة. لو عجبتكم ياريت تدوسوا إعجاب بالفيديو وتشتركوا في القناة بسرعة.